السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم القرص الفلاحي المبسوسة. هعملها معاكم بطريقة سهلة، يعني حرفيا كده هتطلع معاكي تحفة، خفيفة وكمان دايبة ومقرمشة، وكمان اللهم بارك ريحتها جايبة كده معايا لآخر الشارع. وهفتح كمان معاكم واحدة من جوه، اللهم بارك، شايفين بقى من جوه خفيفة جدا وكمان مقرمشة من بره ودايبة وناعمة جدا. انا عايزاكي بقى تجربيها بس بعد ما تشوفي الطريقة كاملة. يا ريت بقى لو اول مره تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول بقى هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا جبت كده 100 جرام ميه والميه تكون دافيه. نزلت بقى بمعلقتين سكر كبار ومعلقه خميره، وقلبت لحد ما السكر داب، وبعد كده هركن الخميره وهغطيها وهخليها جنبيه. جبت بقى نص كيلو دقيق، انا نخلاه كويس في الاول، وضفت معاه معلقتين سمسم كبار متحمصين وربع معلقه ملح، وضفت بقى معلقة كبيرة من النشا، والنشا هينقلك القرصة لحتة تانية خالص، ما تستغنيش عنه. هيخليها معاكي خفيفة من جوه وكمان من بره هتبقى مقرمشة كده ودايبة. هنقلب بقى تقليبة حلوة في الدقيق لحد ما السمسم والمكونات تتخلط مع الدقيق، وبعد كده هننزل بالسمنة. الكوباية اللي معايا نصها سمنة ونصها زيت. لو عايزة تستغنى عن الزيت وتعملي المقدار كله سمنة او زبدة، القرصة هتبقى معاكي تحفة، او تخلطي سمنة على زيت هتبقى القرصة خفيفة وكمان مقرمشة مع بقى دوبان وانتي بتاكليها. انا عايزاكي بقى تسجلي وصفة النهاردة علشان تعملي بيها القرصة المبسوسة على طول. اللهم بارك، كانت تحفة. بعد كده هقلب بقى السمنة مع الدقيق وافرك السمنة كويس جدا. شايفين بقى الخميرة ما شاء الله، ان احنا بقى نعملها في الاول ونركنها جنبينا. الخميرة بتتفاعل وبتسرع في عملية الخمر للقرصة، والقرصة بتبقى ناجحة. اللهم بارك. بعد كده انا نزلت بايديا الاتنين علشان افرك الدقيق كويس جدا. تضغطي بقى على الدقيق يلم معاكي، بس تضغطي عليه تاني يتفرك معاكي. هو كده المطلوب اللي احنا عايزينه. بعد كده هتنزلي بقى بالخميرة، واول ما تنزلي بالخميرة وتقلبي هتلاقي العجينة اتطرت معاكي. بس بعد ما بتقلبي دقيقة تانية العجينة بتنشف. بنجيب بقى مية وبننزل بالمية واحدة واحدة، وهقولك في نهاية العجين هي اخدت معايا مية قد ايه بالظبط، علشان القرصة ما ترجعش معاكي قرصة طرية فلاحي، ولا كمان تشقق معاكي لو العجينة يابسة. عايزين بقى نخلي بالنا من الخطوة دي. انا نزلت بالمية يعني حوالي كده معلقة معلقة وقلبت، وكل ما ننزل بقى ونطر في العجينة كل ما القرصة هتبقى معانا خفيفة، وكمان من جوه كده مش هتبقى طرية قوي زي القرصة الفلاحي. هي هتبقى فيها سن الطراوة، بس طراوة كده مع دوبان. اللهم بارك، بتبقى تحفة. لازم بقى تجربيها بس بالخطوات اللي انا بقولك عليها، يعني نمشي خطوة خطوة مع بعض وما نطرش العجينة قوي وما نطرهاش مرة واحدة. يعني انا فضلت انزل بالمية واحدة واحدة لحد ما العجينة في الاخر هتشوفوها معايا عجينة ناعمت وكمان طرية، ومش طرية قوي بتتلزق ولا يابسة جامد، عجينة كده تكون في الوسط. اللهم بارك، زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين بقى القرصة بتتلم معايا بكل سهولة وكمان وشها ناعم. شايفين بقى المية اللي اتبقت معايا من 100 جرام حوالي كده معلقتين كبار، يعني عن ميزان 20 جرام. نخلي بالنا بقى ونعجن العجينة مظبوط. غطيتها بقى بالكيس وسبتها ريحت معايا شوية. واول بقى ما بنريح القرصة بتبقى سهلة جدا في الفرد. بس هي ما شاء الله قرصة النهاردة ما فيهاش اي حاجة متعبة، والفرد سهل جدا، يعني بتفرديها ما بتلمش تاني علشان الخطوات مظبوطة 100%. ريحت العجينة 10 دقايق مش اكتر. هقطع بقى العجينة كلها مرة واحدة، يعني انا عملت كده نص كيلو، 23 قرصة. لو انت بقى عايزاها اكبر من كده او اصغر من كده دي يرجع لك انت في الاخر، بس حجم القرصة كان وسط. اللهم بارك، كانت تحفة. عملت بقى قطعة العجين قد الليمونة اللي هي الوسط. هنقطع بقى ونغطيها بكيس علشان ما تنشفش معانا من الهواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى احط لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. انا هرص بقى القرصة واوسع بعيد عن بعضها، يعني انا هفرد القرصة في الصاج. لو انت حابة تفرديها بره الصاج وترجعي تشيليها وتحطيها في الصاج بتبقى هي بس ان احنا نفرد في الصاج القرصة بتبقى مدورة، نتحكم في تدورة القرصة، وكمان الوش بيبقى ناعم ومن تحت بتكون ناعمة. الصاج بقى اللي احنا نسوي فيه ما تمسحوش اي مادة دهنية. القرصة ما شاء الله واخدة كفايتها في السمنة وهتسوي نفسها وهتدي اللون من تحت تحفة ومن فوق اللهم بارك تحفة. نيجي بقى للفرد، نخلي بقى سمك القرصة مظبوط، ما يكونش رقيق قوي ولا تخين قوي، ولا جنب رقيق ولا جنب تخين. يعني بنجيب من الوسط من جوه لبره، نخلي الحروف كده يعني سمكها تخين معانا، ما يكونش رقيق قوي. نوسع بقى القرصة على حسب العجينة اللي احنا عاملينها.
والفرد سهل جدا، وتقدري بقى تعملي كميات كبيرة من القرص. ايديكي مش هتوجعك خالص، يعني عكس القرص الفلاحي خالص. القرصة الطرية بتبقى صعبة جدا في الفرد لو ليها عرق. اما قرصة النهاردة ما شاء الله تقدري بقى تعملي الكميات اللي انت عايزاها، مش هتتعبي منها خالص. وبجد من الاخر كده طعمها تحفة. بعد كده انا فردت بقى القرصة وسمكها زي ما انتوا شفتوا معايا كده. مش رقيق أوي ولا تخين قوي. هفرد بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. انا عملت معاكم قبل كده على القناة القرصة الفلاحي الطرية، وكل اللي يجربها وبفضل الله بيشكر في طريقتها. طريقة النهاردة هتعجبك جدا، بس لازم تجربيها بنفس الخطوات. بنجيب بقى شوكة ونخرم بيها القرص علشان القرص ما ترتفعش معانا واحنا بنسويها. وبعد كده هي اخر خطوة، وهنغطي القرص ونسيبها لما تخمر. واهم حاجة بقى معانا وقت الخمر، يعني ما نستعجلش عليها ونقوم نسويها. هي مش هتاخد وقت خالص علشان الخميرة ما شاء الله احنا عملناها بطريقة كده هتخلي القرصة تطلع معانا بسرعة. بعد كده هنغطي القرصة بكيس ونسيبها في مكان دافي. انا سبتها كده لما خمرت اخدت معايا نص ساعة، واول ما اختمرت قمت بقى شغلت الفرن قبليها ب10 دقايق. واول ما سخن انا وطيت النار خالص ودخلت الصاج. وكل شوية انا بدير الصاج علشان بس يديني لون موحد. تسوية القرص النهاردة زي تسوية الكحك او القراقيش، بتكون على نار هادية وبندير الصاج كل شوية. وبنسيبها كده لما تدي لون موحد وكمان تبقى مقرمشة معانا. يعني ما بنستعجلش خالص ونسوي القرص كده على النار عالية. اللهم بارك، هي القرصة بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اتكلم عنها. وشفت القرصة من تحت لقيت السوا مظبوط، ولسه الوش ما استواش حلو، فرفعت بقى الصاج على صينية وقفلت الفرن علشان بس يدينا لون موحد والقرصة تبقى معانا مقرمشة وكمان عاطية لون حلو من فوق. اللهم بارك، ريحة القرصة وهي بتستوي بجد تحفة. غير طعمها، يعني القرصة بتتكلم عن نفسها، خفيفة مقرمشة كمان دايبة. اللهم بارك تحفة. بعد ما سويتها كده بشيل بقى القرصة الاقيها خفيفة جدا هوا، يعني مش شايلة حاجة خالص. شكل القرصة ولا مشققة من فوق ولا كمان بقت قرصة طرية. العجينة مظبوطة 100%. اهم حاجة ان انت تظبطي العجينة، لو زادت معاكي مية القرصة هتبقى طرية، ولو نقصت معاكي مية القرصة هتبقى مشققة من فوق. يعني من الاخر كده قرصة فاخر. اللهم بارك، شايفينها بقى من جوه. بجد القرصة بتتكلم عن نفسها. القرصة اللي احنا عاملينها النهاردة طبقات، طبقة كده مقرمشة من بره ومن جوه كده ناعمة. اللهم بارك، انا عايزاكي بقى تجربيها بس تمشي على نفس الخطوات علشان تعملي احلى قرصة مبسوسة. وكمان النص كيلو بيقطع كمية بجد تحفة. انا عملته كده 23 قرصة. حجم القرصة كان كبير، لو هتعمليها اصغر من كده هيعمل معاكي اكتر من 27 قرصة او 30 قرصة لو عايزاها اصغر من كده. بس بجد القرصة حجمها كان مظبوط معايا، وتسويتها كمان من فوق ومن تحت بجد تحفة. طريقتها بقى سهلة جدا، وتقدري تعملي الكميات اللي انت عايزاها، يعني ما فيهاش اي حاجة متعبة، ومكوناتها مظبوطة 100%. انا عايزاكي تتبعي الخطوات كاملة وبعد كده تعمليها، ان شاء الله هتطلع معاكي مظبوطة 100%. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة. استناني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.